عايزة أسألِك إمتى ابتديتِ ريادة الأعمال وإن أنتِ تعملي شركتِك؟ بدأت من الجامعة، عملت مشروع طلابي أو يعني نموذج محاكاة لنقابة الصحفيين، وده إمم. كان أول نموذج محاكاة أو model يتعمل داخل الجامعات المصرية كلها على مستوى الجمهورية، متخصص لنقابة الصحفيين. ده كان في أولى جامعة. الفكرة نجحت جدًا، بقت مؤثرة أكتر، سمّعت أكتر، فبدأ إنه الميديا نفسهم عايزين. ليه؟ لإن هي حاجة متخصصة بالصحافة. ده أكيد. فأصبح إن كل الميديا عايزة تستضيفني وعايزة تتكلم عن الفكرة، وجات لِك الفكرة ده منين؟ وإحنا في أولى جامعة. إحنا في أولى جامعة. في إحدى المرات كان بيتعمل معايا حوار في مجلة نُص الدنيا في الأهرام، وبعد ما خلّصت الحوار طلبتني أستاذة أمل فوزي وأستاذة هبة باشا مكتبهم، فرُحت فسألوني شوية أسئلة، وبعد ما خلّصت الأسئلة قالوا لي: "إحنا عايزينِك تبقي معانا في نُص الدنيا في الأهرام". من هنا بدأت بقى إيه، حلم الأهرام اللي أنا كنت مش متخيلة إن أنا هادخل المبنى العريق ده وأنا 19 سنة، يعني عيلة صغيرة. جنبًا إلى جنب الصحافة كنت باشتغل طبعًا كمان كإعداد وproducer لبرامج خاصة بالفن وبالمرأة وهكذا. قررت إن أنا أشارك بقى في شركات علاقات عامة كبيرة، فبدأت إن أنا أشتغل وآخد الخبرة جنبًا إلى جنب الصحافة.